مش هتصدق لو ايه في الراجل ده. لي فويان هو شاب من الصين كان عايش بشكل طبيعي لحد ما فضل يجيله صداع بشكل متكرر، وريحه بقه كانت ورا القبر، وحتى نفسه كان بياخده بصعوبه. ولما راح المستشفى لي كان متوقع ان هو يكون مرض زي اي مرض عادي، علشان الدكاتره يطمنوا طلبوا منه يعمل اشعه على المخ. ومش هتصدق لقوا ايه في دماغه، شفره سكينه بحالها ساكنه جوه الدماغ. ولان الموضوع كان غريب بدأ ليه يحكي اصل الموضوع، وانه زمان اتعرض للطعن في فكه من تحت، وان السكينه انكسرت جوه دماغه، وطول الوقت ده ما كانش عارف ان هي جوه. والدكاتره اللي شخصوا حالته بعد كده لقوا ان التفسير المنطقي الوحيد ان بيكون في مسافات بين الاعضاء المهمه في الجسم، ودي اللي الدكاتره بيشتغلوا عليها وقت العمليات، بحيث يعني ان الاعضاء الحيويه ما تتاثرش. والحسن حظ ليه ان السكينه مشيت جوه الممرات دي، عشان كده لما السكينه رشقت في دماغه ما ماتش وفضل عايش. وطبعا اضطروا ان هم يعملوا له عمليه في غايه الدقه، واتشالت السكينه من دماغه وبقى زي الفل. وطبعا الراجل ده اتسف عليه في بلده لما قال يا كيف، ولكنه في النهايه نيجي منها. سبحان اللي بينجينا من كل سوء.